اللي قدامكم دي مش مجرد لوحة عادية، دي وراها واحدة من أغرب قصص النصب الفني في التاريخ. القصة بتبدأ مع مارغريت كين، ست موهوبة جدا بدأت ترسم أطفال بعيون ضخمة ومعبرة، لأنها كانت دايما بتقول إن العين هي شباك الروح. وفعلا لوحاتها وصلت لناس كتير وبدأت تكسر الدنيا في الخمسينات والستينات. بس في الوقت ده واجهت مشكلة صغيرة، زوجها والتر كين كان هو اللي بياخد اللوحات ويبيعها، ولأنه كان بياع شاطر ومغرور كان بيقنع الناس إن هو اللي راسم اللوحات دي. ومارغريت للأسف كانت بتخاف منه جدا، وفعلا بتقعد ترسم في غرفة مغلقة تماما في البيت بالساعات. وبيقال إن والتر كان بيمنع أي حد يدخل الغرفة دي حتى بنتها، علشان طبعا يضمن إن السر ما يتكشفش وهو يطلع يتصور مع المشاهير وياخد اللقطة باسمه. بعد سنين من الظلم مارغريت أخيرا قررت تاخد حقها ورفعت القضية. القاضي كان ذكي جدا وطلب من مارغريت وولتر إن كل واحد فيهم يرسم لوحة لايف قدام المحكمة. مارغريت خلصت لوحة عبقرية في 53 دقيقة، أما وولتر فقعد يتحجج إن كتفه وجعه ومش قادر يمسك الريشة. ومن هنا العالم كله عرف إن مارغريت هي الفنانة الحقيقية وولتر طلع نصاب. ومن اللحظة دي مارغريت بقت أيقونة فنية، وقصتها اتحولت لفيلم عظيم اسمه بيج آيز.